السلام عليكم. النهارده انا هعمل لكم فيديو من واحد من اكبر المحلات اللي موجودين في انجلترا، وجاي مخصوص عشان اوريكم الحاجات اللي جواه. المحل ده اسمه تيكي ماكس. هو اساسا اصله امريكي، وفي امريكا اسمه تي جي ماكس، بس هم غيروا اسمه في انجلترا هنا عشان في محلات تانية اسمها تي جي، فخلوه في امريكا تي جي وهنا تي كي. نفس المحلات ديت ليهم فروع تانية اسمها هوم سينس، هي نفس الشركة، هو نفس الاونر، بس هوم سينس بيبيعوا حاجات البيوت بس. لكن تيكي ماكس مستني اخدك افرجك جوه عشان تشوف المهازل اللي بتحصل. موضوع تيكي ماكس كله ان هم بيبيعوا الهدوم البراندات زي كيلفين كلاين وحاجات كتير، بس كلها بسعر رخيص جدا، وهفرجك على الاسعار. بس عايز انصحك نصيحة قبل ما تخش جوه، سواء كنت انت بقى عايش في انجلترا وجاي مع مراتك وعديته من قدام تيكي ماكس ولا حاجه، او سواء كنت جاي من اي دوله سياحه لانجلترا وعديت انت ومراتك جنب تيكي ماكس، حاول على قد ما تقدر ما تدخلهاش جوه. انا ما قلتش حاجه، اوكي؟ بس آه لو دخلت جوه انت هتزعل، وانا يعني راجل لراجل بنصحك ما تدخلهاش جوه. انا ما قلتش حاجه، اوكي؟ طبعا لازم تدخل مراتك، انتوا فاهمين، ولازم تخليها تشوف كل حاجه جوه وتعمل الشوبينج اللي هي عايزاه، اوكي؟ اوكي، قبل ما اخش تيكي ماكس عايز اقول لك على حاجه. طبعا احنا اتفقنا انك هتخلي مراتك تخش جوه وتعمل الشوبينج، اوكي؟ آه طيب، هو ليه اصلا موضوع الشوبينج ما بين الست والراجل عامل مشاكل كبيره؟ يعني انا دايما لاحظت ان كل اتنين متجوزين، راجل وست، بيروحوا بره شوبينج مع بعض في اي حاجه بقى، حتى الشوبينج بتاع البيت، الاكل والشرب والحاجات دي. تحس ان دايما في تنشن كده وفي مشاكل بتحصل، والراجل عايز يخلص الشوبينج ويمشي، والست عايزه تلف وتجيب حاجات كتير. دايما في مشاكل في المواضيع ديت. فجه في دماغي السؤال، هو ليه اصلا الست بتحب موضوع الشوبينج ده وممكن تفضل تلف طول النهار، لكن الراجل ما بيزهق، بيتخنق بسرعه؟ احنا ما عندناش حمل على المواضيع الشوبينج دي. طيب، السبب في الموضوع ده بعد ابحاث كتير وقرايه كتير وناس كتير جدا عملت ابحاث، وفي سنه 2014 كان اخر كلام اتقال في الموضوع ده، هو ان الحاجات دي اترسخت فينا كبني ادمين من زمان، من ايام ما كان مفيش اي حاجه، وكانت شغله الراجل ان هو يطلع عشان الصيد، عشان يصطاد. طالع يصطاد جاموسه، بقره، معزه، خروف، اي حاجه. دي كانت شغله الراجل، الصيد. والست كان شغلتها ان هي تجيب الخضار علشان يبقى مع اللحمه. فالست هتروح تجيب الخضار منين؟ من الارض بقى والشجر وبتاع. فبيخرجوا مع بعض، شويه ستات كده طالعين مع بعضهم، وقدامهم بقى ايه؟ زرع وشجر وفواكه وحاجات، وبراحتهم، وتقعد تلم من على دي وتلم من على، وتشوف ايه هي احسن فاكهه عجباها وتمسكها وتبص عليها، واللي ما تعجبهاش تسيبها وتاخد شجره ثانيه غيرها. فمن هنا ظهر موضوع ان الست لازم تلف، لازم تدور، لازم تشوف كل حاجه علشان في الاخر تختار حاجه او ما تختارهاش يعني. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. اما الرجاله بقى، حاجه من اتنين: يا الراجل كان بيخرج لوحده عشان يصطاد، او كان بيخرج مع اصحابه. فلو خرج لوحده هو عارف هو رايح يعمل ايه، والله اعلم ان كان هيرجع ولا حد تاني هيصطاده. فالموضوع بالنسبه له كان فيه مخاطر. حتى الست نفسها كانت بتبقى عارفه الراجل ممكن يخرج يصطاد، الله اعلم هيرجع ولا لا، بس بالنسبه لها مش فارق كتير، رجع ما رجعش والله مش فارقه. انما الراجل كان بيبقى عارف ان في مخاطر، فدماغه في طريق محدد: اطلع اصطاد، اخدها، اروح، خلص الموضوع. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي في الشوبينج. حتى لو الراجل كان خرج مع رجاله تانيين صحابه، هم خارجين يصطادوا مش خارجين يلعبوا، فكانوا بيمشوا بالراحه، ما يكلموش بعض، ما يعلوش صوتهم، لان الحاجه اللي هيصطادوها لو شافتهم سمعتهم هتجري، خلاص باظت الشغلانه، مفيش اكل. فتلاقي الرجاله بره ماشيين مع بعض، محدش بيتكلم،
انما الستات هتبقى معاها هي 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 وكلام وهيصه ومعلين صوتهم وواخدين راحتهم على الاخر. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، الراجل بقى بيتخنق لدرجه ان فعلا الناس اللي راحوا المانيا او الناس اللي عايشين في المانيا هتلاقي ان جنب المول بتاع الشوبينج عاملين حاجه كده، يعني لو ترجمتها لك هتلاقيها غريبه شويه، بس هي حضانه للرجاله. دي بتبقى جنب المول، فانت كراجل ممكن تخش في الحضانه على ما مراتك تخلص شوبينج، تروح تقعد جوه، بتدفع 10 جنيه، بتاخد 2 بيره وبيجي لك وجبه، وتقعد تلعب بلاي ستيشن جوه. حاطين بقى بلاي ستيشن واكس بوكس وحاجات كتير للرجاله. ولو مش عاجبك اي حاجه من الالعاب كلها، اقعد على التليفون بتاعك، اقعد على الكمبيوتر بتاعك، خش نام شويه، اعمل اي حاجه، والست هناك بتعمل الشوبينج. ده يثبت لك قد ايه الرجاله مالهاش اصلا في الشوبينج. انت بتخش المحل، يعني الدراسات اللي اتعملت في 2014 برضو ان الراجل بيخش المحل بالظبط 25 دقيقه، بيكون خلص اللي هو عايزه وخارج. في نفس الوقت اللي الست ممكن تقعد فيه 2.5 ساعة. وهو ده كان سبب ان الست دلوقتي هي اللي بتحب الشوبينج، الرجاله بنتخانق احنا بقى. بس زي ما قلت لك ما تنساش تجيب مراتك تيكي ماكس، وتعالى افرجك جوه على الاسعار وهوهمك. يلا. طبعا هنا انت اول ما بتدخل تيكي ماكس هتلاقي عندهم كل حاجه، كل الحاجات بتاعه الستات، كل حاجات الحمامات، كل المكياج والصابون والميك اب كل حاجه كل حاجه. انا بحاول ادور على حاجه اكون انا شخصيا اعرفها، علشان اقارن لك بين سعرها مثلا هنا وسعرها بره في اي مكان تاني. ده مثلا انا كنت اعرف ان واحد من البراندات الكويسه يعني، وده كونديشنر بتاع الشعر، واعرف انه ممكن يكون بيتباع بره مثلا حوالي ب 8 جنيه او حاجه كده. فتعالوا نشوف السعر بتاعه كام اهو، 3.99 اللي هو 4 جنيه، يعني تقريبا 50% ديسكاونت. دي من الشنط الحريمي ستيف مادن. لو ما تعرفش ستيف مادن يبقى اتفرج على الفيلم بتاع ذا وولف اوف وول ستريت، لما كان في واحد بيعمل جزم حريمي اسمه ستيف مادن. هتشوفها في الفيلم هتفتكر الاسم على طول. ده واحد من البراندات الحلوه جدا اللي دلوقتي تيكي ماكس بيبيعوا الحاجات بتاعتهم. المفروض الشنطه دي في ستيف مادن تقريبا سعرها بيعدي 250 جنيه استرليني. هنا بتتباع بكام؟ 49.99، اللي هو بالظبط اقل من ثلث السعر بكتير. البتاعه دي حريمي DKNY. لو وريت لك هنا ان هي اساسا مكتوب عليها من ورا $69، اوكي، ولكن تيكي ماكس حاطين الليبل بتاعهم مكتوب بكام؟ 25 جنيه استرليني. السكند $69 اللي هو تقريبا 69 باوند. فدلوقتي هي بقت ب 24.99. تعالى بقى اوريك حاجه جامده قوي بقى. بص، شايف الجاكيت الحلو الجميل ده؟ طبعا انت لو دخلت هنا بمراتك هتجيبه مفيش كلام، اوكي، لان هي مش هتسيبك تطلع غير لما هتجيب ده. من عشان كده بقول لك هتزعل، اوكي. ده الجاكيت مايكل كورس اهو، شايفها؟ اوكي، مايكل كورس. تعالى الاول هوريك ان هو جاي اصلا من امريكا، ميد ان امريكا، اوكي، وبيبيعوه في امريكا بكام؟ بص كده، $360. تمام. تعالى بقى اوريك الليبل بتاع تيكي ماكس اللي انت هتدفعه هنا في المحل 120 $119.99 اللي هو 120 جنيه. بس انت لو كنت رحت اشتريت ده من امريكا هتدفع فيه $360. ها، جاكيت حلو جميل اهو. بص، بنش، اوكي. سعره كام؟ فين الليبل؟ 40 جنيه.
جاكيت جينز DKNY. تمام. بحاول اشوف لك لو حاطين عليه السعر بتاعه اللي هو الاصلي، ولكن هم هنا مش حاطينه اهو. بيتباع بكام؟ 40 جنيه. طيب هخش بيك بقى لفه سريعه على كل الحاجات الحريمي عشان بعد كده نطلع الدور اللي فوق نخش بقى في الحاجات بتاعتنا احنا، الحاجات الرجالي بقى. ماشي؟ انت يبقى تعالى ما تسيبهاش هي تحت، انت طبعا مش هتجيبها اوكي، بس لا هات خلاص. تطلع انت بقى فوق عشان تشوف القسم الرجالي. تعالى افرجك هنا بسرعه وبعدين نطلع فوق عشان كده الفيديو هيطول ومراتك مش هتسيب. بص 59.99 60 جنيه. سعره الاساسي اللي هو طالع بيه 150 او 149 يعني عشان ما نظلمش الناس برضو. 149 هتجيبه انت ب 60 جنيه. نفس الموضوع برضو لو بصيت هنا قمصان كلاسيك ممكن تجيبه لاي بدله او تلبسه لوحده 25 جنيه. قميص ظريف جميل. طبعا بناطيل الجينز كل الليله دي بقى جينز، وهتلاقي فيه براندات. انا عايز اجيب لك براند عشان يعني حاجه تكون معروفه. اجيب لك ايه؟ مش لاقي لك حاجه معروفه، بس خد اهو 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 بولو USA. طبعا ده مقاس كبير جدا، ده مقاس 40 اللي هو انا ممكن اعمل منه بنطلونين تقريبا. 35 باوند. كل اللي انت شايفه قدامك ده تيشيرتات، ولو بصيت على كل التيشيرتات تلاقي ايه المقاسات اولا عشان بس تبقى عارف انت بتختار ايه. ادي اللارج، الاكسترا لارج، الاكسترا بتاع، السمول، الميديوم. طيب انا شخصيا بروح في الميديوم، يعني انا ميديوم شغال حاجه زي كده اهو. بولو شيرت اهو. سعره كام؟ 50 جنيه 49.99. هل السعر نفسه كان موجود هنا بتاع بولو؟ لا مش حاطينه. ولكن حلو جدا حلو جدا. ايه رايكم؟ انفع ولا ما نفعتش؟ الرجاله ما بيفرقش معانا الحاجات دي، احنا اكبر من كده بكتير. كوتشي بولو 27.99 28 جنيه. ناقص 44. بوما فين السعر؟ 34.99 35 جنيه. 30 ثانية خلصت الجزمة الرجالي خلاص. احنا بوصات، احنا حياتنا صغيرة بسيطة، احنا أطفال والله بنرضى بأي حاجة. غلابة والله. الناس بقى تبقى ها؟ اوكي
دلوقتي انا فرجتك على تي كي ماكس ووريت لك كل حاجه جوه، وفرجتك على كل البراندات اللي جوه، وقلت لك ليه اسعار تي كي ماكس رخيصه عن اي حاجه من المحلات اللي بره. عشان طبعا هم بيتعاملوا مع البراندات دي وبيعملوا لهم حاجات مخصوصه وكلها بتتباع عن طريق تي كي ماكس. دلوقتي تلاقي الدنيا حلوه شويه في تي كي ماكس عشان خاطر الكريسماس والنيو يير واخر السنه لازم يخرجوا كل الحاجات اللي عندهم عشان في براندات جديده نازله. وما تنساش طبعا زي ما اتفقنا تبقى تجيب مراتك. انا ما قلتش حاجه، اوكي؟ نبقى انتوا بقى مع بعض وربنا قدرنا على فعل الخير. لو عجبك فيديو النهارده اعمل سبسكرايب، فعل الجرس وشير عشان صحابك كلهم يشوفوا تي كي ماكس. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون عن الميكروفون اللي انا بستخدمه في تصوير الفيديوهات، وهيكون فيه هدية حلوة في اخر الفيديو للناس اللي هيعملوا كومنتس، للناس اللي هيعملوا سبسكرايبس. هنعمل سحب عليهم وان شاء الله هيكون فيه هدية هو الميكروفون اللي انا بستخدمه. فلو عجبك صوت الفيديو، لو عجبك الفيديوهات كلها، اعمل سبسكرايب وتابع معايا ويكون ليك ان شاء الله نصيب في الهدية اللي جاية. اشوفكم على خير، سلام.